بسم الله الرحمن الرحيم. حلقة رقم 5 من سلسلة تعال نفهم الروماتيزم. النهارده هيتكلم عن الروماتويد. طبعا سيبناه يعني الحلقة 5 رغم انه اسئلة كتير بتسأل عنه ايه هو الروماتويد. الروماتويد المفصلي المزمن او الروماتويد المفصلي اسمه يعني لو هترجمه ترجمة حرفية، لو هترجمه ترجمة عربية سليمة هو اسمه الرثيان المزمن او الروماتيزم او مش التهاب المفاصل الرثي او الرثياني. ده الاسم الترجمه العربيه اللي هي السليمه. لو هنترجمه ترجمه يعني ليترال ترجمه حرفيه هيبقى اسمه الروماتويد المفصلي. تمام؟ الروماتويد هو مرض مناعه ذاتيه زي ما قلنا في الحلقه اللي فاتت، بيختل فيه توازن جهاز المناعه فيبدا يهاجم بعض انسجه المفاصل تحديدا في الايدين، المفاصل الصغيره في الايدين دي، المفاصل دي كده دي ودي كده، وبيبدا اساسا في الصباعين ده اللي هو الثاني والثالث ده في الغالب، وممكن يجي في الريست هنا، وبعد كده ممكن ينتشر في المفاصل الاخرى. دي القاعده العامه لكن مش شرط. فهو دكتور الروماتيزم هو اللي يقدر يحدد اذا كان التهاب المفاصل اللي عندك ده روماتويد ولا حاجه ثانيه. العادي اللي بيبدا في مفاصل الايدين لكن ممكن يكون موجود في مفاصل اخرى. الروماتويد هو احد اكثر امراض الروماتيزم انتشارا، بيصيب حوالي 1% من الناس. 1% يعني احنا في مصر مثلا لو قلنا 100 مليون يبقى احنا في عندنا مليون مواطن مصري يا اما مصابين بالروماتويد يا اما سيصابوا بالروماتويد في وقت ما او اخر. الروماتويد بيختلف انتشاره حسب الاسنستي او حسب يعني الاعراق، فهو بيكون يعني انتشاره اكتر في الزنوج والافارقه اللي هم السود، يعني بيصل ل 5% في بعض الدراسات، وبيبقى اقل من 1% في البيض او الاوروبيين. احنا في مصر ملونين في النص فيبقى حوالي 1، وبعض الدراسات بتقول توصل لغايه 2% كمان مش 1% بس. الروماتويد طبعا مرض منتشر بشكل كبير بين السيدات والاناث اكتر بكتير من الرجاله. يعني مقابل كل واحد ذكر بيصاب بالروماتويد هناك 3 سيدات بيصابوا بالروماتويد. اعراض الروماتويد بيبدا بالتهابات بالمفاصل الصغيره زي ما قلنا. الاعراض بتبدا يعني بتبقى العيان ما بيقدرش يفتكر بالظبط هو بدا معاه من امتى، بيقول لي مثلا بدا من اسبوعين 3، يعني من 4-5 اسابيع، من شهر ونص. يعني بيبقى الموضوع بيسموه سب اكيوت او انسيدنت، بيدخل كده زي السرقه كده، ما بيبقاش. هنشوف بعد كده في النقرس ان ده بيبقى العكس، النقرس بيجي على هيئه يعني نوبه حاده جدا. عيان النقرس يقول لي انا بدأ معايا الالم الساعه 2:47 دقيقه بالليل امبارح، لكن بتاع الروماتويد لا، بيقول لي انا الالم عندي بدا بسيط وبدا يزيد بالتدريج من الشهر اللي قبل اللي فات مثلا. تمام؟ بيبدا زي ما قلنا في المفاصل الصغيره في الايدين وبعد كده بيبدا ينتشر في المفاصل كلها. كيف يتم تشخيصه؟ يتم تشخيصه اساسا بالفحص الكلينيكي عن طريق دكتور روماتيزم متخصص. من الاخطاء الشائعه جدا 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 جدا، وبقول جدا وحط تحتها 40,000 مليون خط، انه الناس بتعمل تحليل عام للروماتويد لما يطلع موجب يبقى ده عنده روماتويد. تحليل عام للروماتويد لا يشخص الروماتويد، وعدم وجوده لا يستبعد الروماتويد، هو بس بيديني كدكتور روماتيزم مؤشر. يعني لو لقيته موجود والاعراض بتاعه المريض تمشي مع الروماتويد، فوجود هذا التحليل بيساعد في التشخيص، وعدم وجوده بيستبعد شويه التشخيص، لكن لا يستبعد 100% عدم وجوده، ولا وجوده بيشخص 100%. الحاجه الثانيه، عامل الروماتويد هو لو فرضنا مثلا ان المعمل بيقول لي ان النيجاتيف بتاعك من 0 لغايه 20، من 20 ل 60 اسمها لو بوزيتيف، يعني موجب بس بليفل قليل، برقم قليل. بعد ال 60 اللي هو 3 اضعاف الحد الاقصى في الطبيعي بسميه هاي بوزيتيف. يبقى لو بوزيتيف اللي هو من 20 ل 60 مثلا، لو المعمل ده اخره 20 في الطبيعي يبقى من 20 ل 60 اسمها لو بوزيتيف، يعني موجب بشكل بسيط. وبعد ال 60 اسمها موجب بشكل كبير. دول الاثنين بس ليهم عندي انا كدكتور روماتيزم مؤشر انه الهاي بوزيتيف طبعا اللي هو العالي بشكل كبير، يعني دلالته التشخيصيه معايا اكتر شويه من لو هو لو بوزيتيف او موجب بشكل بسيط. لا توجد اي قيمه اكتر من كده في عامل الروماتويد، لا ينفعش اشخص بيها الروماتويد،
ولا استبعد بيه الروماتويد. الحاجه الثانيه في تحليل زيه اسمه انتي سي سي بي، يعني برضه بيساعد معايا في نفس القصه، يمكن اكثر تخصصيه شويه الانتي سي سي بي ده مع الروماتويد، لكن برضه لو وجوده بيشخص 100% ولا عدم وجوده بيستبعد 100%. الحاجه الاهم من كده لا توجد اي قيمه في تكرار تحليل عامل الروماتويد، يعني عملته مره وطلع بوزيتيف طلع موجب ب 120، ما توقعش ان لما هاخد العلاج هيبقى 80 وبعد كده هيطلع 70 وبعد كده هيبقى نيجاتيف، مش هيحصل. هو بقى موجب هيفضل موجب معاك مدى الحياه، بقى موجب باي تتر باي رقم معانا، انا ما ينفعش اتابع بيه، ليست له اي قيمه في متابعه تحسن المريض او عدد تحسنه بالعلاج. يعني دي حاجه انا بلقاها دايما يمكن اكتر في مرضى التامين الصحي يعني هنا في مصر، انه تلاقي كل شهر بيعمل تحليل عام للروماتويد. طب هو انت بتعمل ايه؟ ما هو ملوش لازمه ثانيه، هو قيمته الوحيده في دلاله نسبيه للتشخيص. انا بستخدمه في ضمن مجموعه حاجات، يعني الفحص الكلينيكي رقم 1، التحاليل رقم 2، والتحاليل دي تشمل معايا تحليل عامل الروماتويد، وتشمل تحليل الانتي سي سي بي، وتشمل تحليل ما يسمى بالاكيوت فيز رياكتنت اللي هم تحليل سرعه الترسيب والبروتين التفاعلي سي اللي هو سير اكتيف بروتين والاي اس ار. دول الاربعه تحاليل. وبتشمل برضه الفحص التصويري اللي هو يا اما بالاشعه العاديه، الاشعه الليزريه العاديه، او باشعه الرنين المغناطيسي لو احتجتها، او باشعه المواد الصوتيه اللي هي السونار او الاشعه التلفزيونيه. دي كلها الصوره على بعضها مجمعه من الفحص الكلينيكي والفحص التصويري والتحاليل على بعض بشخص بيها العيان ده روماتويد ولا مش روماتويد. بعد ما شخصته لا توجد اي قيمه من تكرار عمل تحليل الروماتويد. طب انا بتابع العيان استجاب للعلاج ولا ما استجابش للعلاج بايه؟ بحاجتين او قول 3 حاجات برضه. الفحص الكلينيكي هتشوف برضه كان عنده 10 مفاصل ملتهبين بقوا 4 بقوا 5 يبقى هو بيتحسن. لا ده كان عنده 5 بقوا 7، لا ده كده حالته بالسوء. دي حاجه. الحاجه الثانيه التحاليل، طبعا مش تحاليل بقى عامل الروماتويد، اللي بيتابع لي بقى العيان ده استجاب ولا لا اللي هم التحاليل اللي بيسموهم الاكيوت فيز رياكتنت او اللي هم التحاليل سرعه الترسيب والبروتين التفاعلي سي. دول الاثنين اللي بتابع بيهم استجابه المريض للعلاج. بعد كده ممكن اعمل التصوير برضه اللي هو تحديدا هنا بيبقى الاشعه التلفزيونيه بتفيدني اكتر من الاشعه العاديه، لان الاشعه العاديه بطيئه قوي في تاثيراتها، والاشعه العاديه اللي بيظهر فيها كتدمير في المفاصل ما بيخفش، لكن الاشعه التلفزيونيه بتقدر توريني الالتهابات اللي هي بتبقى قبل مرحله التشوهات. فانا بعالج الالتهابات، انا ما بقدرش اعالج في الروماتويد التشوهات. لو حصل تشوه في المفاصل او حصل ضمور في الغضروف او تآكل في المفاصل ده ما بيرجعش، انا بحافظ عليه موجود. لكن لو في التهابات ودي بتبان بالسونار بالاشعه التلفزيونيه ما بتبانش بالاشعه العاديه، طبعا ممكن تبان بالرنين المغناطيسي بس طبعا اسهل بكتير ان انا اعمل العيان سونار اشعه تلفزيونيه. فالالتهابات بتبان بالاشعه التلفزيونيه، وبالتالي انا اقدر اتابع هل الالتهابات دي بتتحسن مع الوقت مع العلاج ولا لا. تمام كده؟ الحاجه الاخيره علاج الروماتويد. علاج الروماتويد هو مجموعه ادويه كتيره جدا. الناس دايما بتتعامل مع ادويه الروماتويد انها ادويه كيماويه او ان فيها كورتيزون. ادويه الروماتويد عباره عن 3 مجموعات كده، يعني ايه بصفه عامه. يعني في ادويه بتعالج الاعراض بس زي ايه اللي بيسموها احنا بنقولها يعني اللي هي مسكنات، يعني دي احنا بنديها لو الاعراض شديده جدا وانا مش هقدر استنى المريض لما يستجيب للعلاج بعد شهر او 2 أو 3 وهو بيتعذب بالاعراض، فبديله حاجات تهدي معاه الاعراض لغايه لما الادويه الاصليه تبدا تشتغل لانها بتبقى بطيئه فيها في الشغل. المجموعه الثانيه مجموعه بيسموها الدي مارز او الادويه التي تغير فعليا من نشاط المرض وبتؤدي فعلا الى هبوط نشاط المرض وبتمنع الى حد كبير جدا التشوهات والتدمير اللي بيحصل. الادويه دي برضه بتقسمها نوعين، يا اما ادويه عاديه يعني تصنيعيه بتتعمل في المصانع يعني في المعامل، او ادويه بيولوجيه. البيولوجيه بتتعمل برضه في المصانع بس بتتعمل بخلايا حيه،
يعني انا بعملها عن طريق خلايا خميره او بكتيريا معينه، بديها بحقنها بجين معين بتطلع لي هذا الايه الدواء. الاثنين ليهم دور. انا ببدا عاده بالادويه العاديه اللي هي مش بيولوجيه، اللي هي زي الميثوتريكسات، زي الهيدروكسيكلوروكين او الهيدروكين يعني في السوق، او البلاكونيل، زي الكلوسلازين او السلفازازين، زي الفلامايد اللي هو زي الافارا والارسفري والحاجات دي. دي كلها مجموعه انا بدي حسب الحاله، بفصل دايما يعني ايه العلاج على قد المريض. يعني انا دايما بشبه علاج الروماتيزم او الروماتويد تحديدا بالترزي لما بيفصل بدله ولا جلابيه ولا حاجه، بتلاقي الاول بيعمل بروفا، بعد كده بيلبس لك البروفا من غير كم مثلا، ويقيس لك الكم هنا زاد، هنا ناقص، محتاج هنا شويه يطول، هنا شويه ينقص، لغايه لما بيعمل لك البدله على مقاسك بالظبط. احنا بنعمل نفس الكلام، بنقعد نفصل الدواء على قد المريض. العيان لو استجاب للادويه العاديه ما بلجأش هنا للادويه البيولوجيه. لو احتاجناها يبقى بنضطر نضيف ادويه بيولوجيه، يا اما مع الادويه العاديه او بدلا عنها. الادويه البيولوجيه اغلى بكتير جدا جدا جدا، تاثيرها اقوى بكتير جدا جدا من الادويه العاديه، لكن برضه ليها اثار جانبيه مش بسيطه، لكن بنتعالج يعني، او يمكن تفاديها او الى حد كبير يمكن الوقايه منها. ما ينفعش اخد علاج بيولوجي او علاج دوائي للروماتويد الا تحت اشراف دكتور الروماتيزم. الحاجه اللي بعد كده او النوع الثالث بعد كده اللي هو الكورتيزون، انا حطيته لوحده لان الكورتيزون ده عليه كلام كتير جدا. الكورتيزون ما هواش سم قاتل، الكورتيزون ده دواء انا بديه يا اما علاج اعراض معينه شديده العيان مش قادر يستحملها، يا اما علاج التهابات بشكل كبير فانا محتاج ان انا اوقف جهاز المناعه في الحته دي، مش بوقف المناعه كلها، بوقف المناعه في المنطقه اللي شغاله غلط. فبدي الكورتيزون لفتره معينه عشان اوقف نشاط المرض لغايه لما ادويتي انا بتاعت الميثوتريكسات والبلاكونين والحاجات الثانيه تبتدي تشتغل. الحاجه الثانيه انه الميثوتريكسات ليس فيه كورتيزون، طبعا ده دواء مجموعه ثانيه خالص. الكورتيزون الصح في الروماتيزم ان هو يتاخد لفتره معينه، ما بيتاخدش مدى الحياه. في بعض الحالات بس مش الروماتويد ممكن يحتاج فيها كورتيزون مدى الحياه، بتبقى بجرعات مختلفه حسب حاله المريض. اخر حاجه الناس كانت بتتعامل مع ميثوتريكسات تحديدا على انه دواء كيماوي، وفي ناس يعني اللي عندها حد قريبها كان عنده يعني اللهم احفظنا يعني اورام سرطانيه او كلام زي كده، اول ما بيسمع اسم ميثوتريكسات بيقول لك ده هيديني علاج كيماوي. الفكره ان الميثوتريكسات نفسه بيتاخد في علاج السرطان، لكن هنا تفرق جدا الجرعه اللي بتتاخد في الروماتويد بتبقى من 12.5 الى 25 مللي في الاسبوع. الجرعات اللي بتبقى في الاورام السرطانيه بتتراوح ما بين 50 ل 500 مللي واحيانا اكتر في اليوم. فاحنا الجرعه مختلفه تماما. انا مريض او مريضه، طبعا معظمهم بيبقى مرضى ستات يعني، مريضه الروماتويد لو قالت لي شعرها بدا يقع بس بسيط، او عندها كحه او عندها التهاب في المعده نتيجه الميثوتريكسات، انا بفكر جديا في تغيير العلاج. لكن مريض السرطان شعره كله بيقع ما بيهمنيش، لان ده مريض يعني انا لو سبته هيموت خلال شهور مثلا. فمش يعني انا هنا ما عنديش رفاهيه ان انا اشوف اعراض جانبيه. لكن في الروماتويد ده مرض بيقعد مع العيان بال 30 وال 40 وال 50 سنه، ويعني نادرا ما حد بيموت من الروماتويد. فانا هنا محتاج ان انا اتحكم فيه بشكل كافي من غير ما ادخل المريض في مشاكل نفسيه او اجتماعيه او اعراض جانبيه بشكل كبير. الميثوتريكسات بالجرعه الصغيره اللي انا بديها ليس علاج كيماوي بالمعنى اللي الناس فاهماه في العلاج الكيماوي بتاع السرطان. الحلقه طولت شويه معانا معلش، بس هو الروماتويد موضوع كبير. نلخص الكلام اللي قلناه. الروماتويد احد امراض الروماتيزم المناعيه، بيصيب عاده السيدات في الفتره ما بين 30 ل 50 سنه، اكثر في الجنوب والافارقه عن الاوروبيين، احنا في مصر بين الاثنين. بيبدا بالتهابات في المفاصل، عاده مفاصل الايدين، التهابات بمعنى سخونه وتورم والم. المريض ما بيفتكرش قوي هو بدا معاه يوم كام، لكن يقدر يفتكر لي خلال اسبوعين 3 4 اسابيع شهر ونص حاجه زي كده.
عامل الروماتويد ليس له قيمة لوحده في التشخيص ولا في الاستبعاد. ليست هناك أي قيمة لعامل الروماتويد في تكراره لمتابعة المريض. تشخيص المرض بيتم عن طريق دكتور روماتيزم متخصص، ومتابعة المرض تتم عن طريق دكتور روماتيزم متخصص. الكورتيزون له دور في بعض حالات الروماتويد بشكل مؤقت وبشكل يعني لوقت محدد. علاج الروماتويد الاساسي هي ما يسمى بالديمارت او الادويه التي تغير من طبيعه المرض، ودي نوعين، يا اما ادويه عاديه زي الميستريكزيل واخواته، يا اما ادويه بيولوجيه. كل مريض بيتفصل العلاج على قده بالظبط، مفيش اسطمبه ثابته لكل المرضى زي بعض. ونلتقي باذن الله في حلقه قادمه من سلسله تعالوا نفهم روماتيزم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.